خير الكلام ما قل ودل. الاهلي النهارده كسب، لكن الماتش ده قال حاجات اهم بكتير من النتيجه. الاهلي بدأ الماتش النهارده باداء متواضع جدا قدام يانج افريكانز. بصراحه فريق قوي ومنظم تكتيكيا، وكان عامل ضغط عالي طول الشوط الاول. كمان شوط اول كامل مفيش هجمه واحده، مفيش خروج سليم بالكوره لحد ما الجون الاول جه في اخر الشوط الاول. لكن بغض النظر عن الجون اللي اتسجل، الشوط الاول ده وضح مشكله واحده بس، وهي ان احنا محتاجين لعيب نص ملعب. يا عالم محتاجين نص ملعب، يا دنيا محتاجين نص ملعب، محتاجين حد يكسر الضغط، محتاجين حد يطلع بالكوره، لان مفيش لعيب بيعمل لك مقاومه ضغط. فبالتالي امام بيضطر ينزل يستلم من تحت، فبتخسر اهم ميزه عنده، هو انه بيلعب بين الخطوط. والنتيجه كانت ايه؟ خط الهجوم كله معزول والفرقه مش قادره تطلع بالكوره. في الشوط الثاني الوضع اتحسن نسبيا، الاهلي هدي شويه وسحب يانج افريكانز وابتديت تلعب على التحولات، والنتيجه كانت ان انت قدرت تسجل الثاني للاهلي والثاني لتريزيجيه، نجم الماتش وهداف الاهلي في البطوله. لعيب كبير بصراحه، وكان عامل شغل عالي قوي النهارده. بس تعالى هنا بقى ثانيه، ايه الحلاوه دي يا امام؟ ايه الاسيست ده؟ ايه اللمسه دي؟ ده راجع من اصابه طويله ومستواه مش ثابت، لكن بص اللمسه. اسيست الجون التاني ده حاجه فوق الجمدان بحبه. شفت؟ بص اللمسه بسن رجله الشمال عامله ازاي، روقان وثقه، وبص لوحده حمله حرفيا. بس خلينا صراحه مع بعض، النهارده 23 يناير والاهلي لسه محتاج تدعيمات ضروريه، مهاجم قوي، مدافع، ولعيب نص ملعب. مش عارف ايه الصعب في كده، لكن في الاخر الحمد لله على المكسب. 3 نقط مهمين بيطلعوك لصداره المجموعه ب7 نقط عن يانج افريكانز المنافس بتاعك اللي هتروح تلعبه في ملعبه الماتش اللي جاي. فده بيديك اريحيه وبيخلي موقفك في المجموعه كويس جدا. زي ما قلنا ان الاداء محتاج يتطور. فالسؤال هنا بقى، وعايزك تشاركني رايك في الكومنتات، هل الاهلي هيقدر يوفر احتياجات المدرب اللي تساعده يطور الاداء؟